في البداية اللي غادي نقول لك أنا على أنه اللجنة المركزية للتحكيم هي غادي تستمر في الأعمال التي سبق إنجازها من قبل اللجنة المركزية اللي اشرفت على هذا الجهاز هذا. ولكن هذه السنة اللي غادي يميزها إن شاء الله هو أنه غادي نعتمدوا واحد المعايير جديدة من أجل اختيار الحكام اللي كتعتمد أساسا على المردود ديال الحكام داخل الملاعب الوطنية، ثم المردود البدني أيضا والاستعداد ديال الحكام، وأيضا العطاء التقني ديالهم خلال المباريات. الأكيد أنه غادي ندعموا واحد الفئة كبيرة هذا الموسم هذا من الحكام الشباب، وغادي تشوفوا واحد المجموعة من الوجوه الجديدة اللي غادا تدير المباريات الوطنية في الجولات الأولى ديالها اللي هي غادا تلعب لأول مرة في القسم الوطني الاحترافي، من أجل توسيع القاعدة ديال الممارسة باش يكون عندنا اختيار موسع في الفئة ديال الحكام. بالإضافة أننا غادي نزيدوا نشوفوا مع المديرية على أنه التكوين والمناهج ديال التكوين سوف يتم إعادة النظر فيها، غادي يولي تكوين مستمر وما غاديش نبقاو في إطار التكوين اللي كان كيكون عبر التداريب اللي كتجي مرحلية إما في بداية الموسم أو لا بعد نهاية المباريات ديال الذهاب. يعني هذه مجموعة من النقط اللي غادي نرتكزوا عليها، واللي الأساس ديالها طبعا هو المردود ديال الحكام داخل الملاعب هو اللي غادي يحسم في الاختيارات ديالنا في هذا الموسم هذا إن شاء الله. وصحيح، وقمنا بمجموعه ديال لي ستاج اللي بداو تقريبا من 15 في شهر 7 حتى ل 12 غشت. دخلوها ثلاثه تاع الفترات الحكام النخبه، وثلاثه الفترات كذلك الحكام ديال الهوات اللي كانوا ثلاثه تاع المراكز تاع السعيديه وبني ملال وكذلك هنا في سلا. ركزنا بليتو على الشق البدني وعلى الشق التطبيقي، لانه ما بقيناش غير في الشق النظري باش نجلسوا بزاف تاع الوقت في الشق النظري. كنديروا الشق النظري ولكن ركزنا بالخصوص على الشق البدني والشق النظري باش نحاولوا اننا نكونوا واجدين في بدايه الموسم. يعني التركيز ديالنا الكبير هو اننا نوجدوا حكام اللي كيكونوا بدنيا مستعدين وكذلك تقنيا مستعدين، وكنتمنى ان شاء الله ان بدايه الموسم تبين هذا العمل اللي قمنا به، وان شاء الله ان الحكام ديالنا يكونوا في مستوى تاع التطلعات ان شاء الله. هو كبدايه كل موسم كيعرفوا تعديلات على قانون اللعبه. هاد السنه هذه كان مجموعه تاع التعديلات، ولكن جوج تاع التعديلات اللي هما مهمين واللي يعني عندهم واحد الامباكت كبير على قانون اللعبه، اللي هو في الماده 12 هي المس اليد، اللي المشرع انه حاول انه في كالحالات ديال تكسير فرصه حاله التسجيل وكذلك فرصه الوعيده اللي يخفض العقوبه الانضباطيه لما كتكون حاله مرتبطه بركله الجزاء وبالتنافس على الكره. كذلك لمس اليد لما كتكون عندنا لمس اليد اللي هي معاقبه ولكن ما يكونش فيها تعمد، كنخفضوا العقوبه الانضباطيه من كارت احمر من ورقه حمراء لورقه صفراء، وكذلك من ورقه صفراء لورقه بدون بطاقه. كذلك في الماده 14 عندنا الاخطاء التي تقع بين الصافره والتنفيذ. يعني كان قبل ان جميع اللاعبين اللي كيدخلوا قبل التنفيذ كنعاقبوهم بمجرد الدخول ديالهم. حاليا يعني هذاك الدخول ديالهم ما كيتعاقبش الا الا كان عنده واحد التاثير، واحد لامباكت كلير على لو جو ولا على لو جوار. وبالتالي هادو هما جوج تاع التعديلات اللي شويه كبار في قانون اللعبه. ما عدا ذلك كاين تعديلات اللي فقط في النصوص وفي امور اللي هي جانبيه في القوانين.